يا مساء الخيرات عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن وافضل حال. النهارده بقى الفيديو بصراحه بيتكلم عن نفسه. دي منظمات كنت انا جايباها معاكم. حاجات كتير، بس طبعا عشان ممكن في ناس جديده دخلت ما شافتهاش. للي ما شافهاش، دي منظمات كنت انا جايباها في فيديو مشتريات بتاعت حاجات رمضان. وللناس بقى اللي ممكن تكون مثلا ما كملش الفيديو للاخر، دي منظمات يا بنات كنت انا جايباها علشان ايه؟ مشتريات وحاجات ان انا انظم بيها، يعني بصراحه هي حلوه جدا جدا. وبصراحه يعني انا كنت سايبه كل الحاجات دي وقلت بقى ايه؟ اظبط الدنيا. الهوبه جاتني، والله زي ما بقول لكم كده، الهوبه جاتني مره واحده كده بالليل. الفيديو ده بالليل يا بنات. بالليل امتى؟ انا من الساعه بدات حوالي الساعه 11 بالليل لحد تاني يوم الصبح. قلت لا، هخلصه كله في يوم واحد. ليه بقى؟ عماله يعني انضف في حته واظبط في حته، والاقيه ايه؟ اتبهدل مني. بصوا بقى، دي اطباق دي كانت عندي من زمان جدا جدا، يعني تقريبا بعد ما اتجوزت كده بسنه جبتها علشان خاطر ايه؟ اظبطها في الرف بتاع التلاجة. كل الاكياس دي بحب بقى احط فيها، بس انا ايه؟ قلت ايه؟ اطلعهم يعني واظبط فيه. حرفيا بجد كل حاجات رمضان اللي هي البهارات، انا مش شرط كلهم احطهم في قلب الدولاب، بيبوظوا وبيسوسوا، فاهمين؟ فانا قلت ايه؟ احطهم فين؟ احطهم في قلب الاطباق البلاستيك دي. على فكره دول رخاص جدا، وبشوف منهم لحد دلوقتي يمكن الوان اشيك من كده، يعني سيبك من الواني. تمام. بصوا بقى الفيديو ده بجد بجد في كميه استفاده مش طبيعيه، والله والله العظيم حرفيا مش بحلف بالله كده. الفيديو ده فيه كميه استفاده، والله والله بجد. اختك بقى وشجعيها، وانا قناتي لسه جديده كده، وشجعيني كده باللايك والاشتراك. عارفة ممكن يكون مطبخي مش أحسن حاجة أو ألوانه مش هتعجبك، بس النظافة والتنظيم ملهاش علاقة بالموضة بقى والألوان الجديدة والكلام ده كله. فلا، أول مرة كده تتفرجي عليا، شجعيني. وانا بروق بقى، تعالوا بقى نرجع ايه للروتين. وانا بروق بقى كده الدنيا وبظبط، لقيت لك حبه ايه؟ بليله. قلت يلا رزقهم بقى. قلت ايه؟ ابقى اعمل لهم حبه بليله، واروح ايه؟ عاملاها لهم كده ايه بالمره. بصوا، انا بقيت عماله الاقي حاجات اصلا لما باجي ادور عليها والله العظيم ما الاقيها. يعني لسه كنت جايبه شاريه بانيه. هو انا اصلا عندي بانيه من هو بتاع فتح الله دوت. الله، طب الحاجات دي فين بقى؟ بحطها في قلب الرف بتاع التلاجة، وافضل اجيب واسمها ايه يعني ونزقر كده، مش هي اسمها كده؟ نزقر كده في قلب التلاجة. تمام. المهم بقى لما جيت حطيت المنظمات دي، لا يعني انا كده هطلع ايه؟ طبق طبق كده، ده الرف بتاع التلاجة. بس انا بصراحه ما صورتهاش معاكم، لان هي كده كده ايه يعني؟ مش يعني ما فيهاش لمبه والدنيا هتبقى ضلمه، فانا قلت اطلع الرفوف لبره عشان تبقوا ايه؟ شايفين. والاطباق البلاستيك بقى، بصوا بقى، انا عايزه اطلب منكم حاجه بجد. بصوا يا بنات، الفيديوهات اللي انتوا بتتفرجوا عليها مش ليا انا، يعني للناس تانية. ما تتعبوش نفسكم وما تضغطوش على نفسكم. انا اكتر حاجه بتفرحني حرفيا بجد والله ان انتوا بتقولوا لي انتي شبهنا قوي. دي اكتر حاجه فعلا، اللي هو ايه ده؟ يعني انا مش لوحدي. يا بنات بجد، انا رحت فتحت بص المنظم ده بقى تحفه في الصوصات، تحفه بجد. الصوصات دي انا كنت جايباها برضو في مشتريات معاكو. كانت 3 ازايز ب90 جنيه، في منهم 3 عايزين ضرب النار كده مش حلوين خالص، والتلاتة التانيين انا اشتريتهم من فتح الله. وكان في عندي بقى بواقي ازايز كده صغيره. وبيني وبينكم كده، انا كل ما اروح فتح الله كل ما اروح فتح الله يقول لي مش انتي عندك؟ اقول له خلصت، خلصت الدبس اللي عندي خلص. يقول لي ما انا كنت شايف باين في الدولاب. اقول له انت بتفتح الدولاب ليه يا بابا؟ تفتحه ليه؟ لا مفيش، ده حبه صغيره انت ما بتاخدش بالك. المهم وانتي بتشتري حاجتك كده ايه؟ زودي وهاتي، زودي وهاتي. خلي عندك دايما ايه؟ يبقى مخزون كده. انت فاهمه؟ يعني انا بصراحه الحمد لله الحمد لله ما باحبش أعِد، بجد. ما باحبش أقول أصل أنا عندي مش عارفة كام كيس مكرونة هأدّي بيه لرمضان، وعندي مش عارفة كام كيس رُز هأدّي. لا، لا، لأ، ما تعِدّيش على نَفْسِك. سيبي كل حاجة كده ببركتها. خلّي خيرِك في بيتِك، ما تبقيش أنتِ عارفة هو كام ولا هو عبارة عن إيه. أنتِ فاهمة؟ بُصّي برضه العلبتين دول برضه من ضمن المنظمات اللي أنا جايباها. أنا عايزة أقول لكم بقى النهارده، أنا شِبه اللي أنا عملت فرز لدولابي. لسه ما جبتش يعني حاجات لرمضان، الخزين بقى والحاجات دي. عملت فرز لدولابي من الكوبايات، من الأطباق. نضفت كده دواليبي، عايزة أعرف إيه المساحة اللي عندي، إيه الحاجات اللي أنا هاجيبها. يعني حسيت إيه؟ لأ ده أنا يعني مثلًا إيه؟ أنا عايزة
اطباق. طب وانا اشتري اطباق ليه؟ بجد والله حرفيا رحت عامله لنفسي كده، يعني هو ده اللي انا قلته لنفسي، انا اشتري اطباق ليه؟ امال المتحف الشمع اللي بره ده يعني بيعمل ايه؟ ده احنا عندنا اطباق كلنا متجوزين بيها حرفيا على ايامنا، يعني من يعني كل بقى اللي متجوز فوق ال10 سنين واكتر، انا من معاكم، اللي هو انت عندك اطباق، تشتري اطباق ليه يا غاليه؟ ليه؟ انا عارفه ان في ناس المشتريات طبعا بتغريكي حاليا والفيديوهات ومش عارفه ايه، طلعي اللي عندك، طلعي شايلاهم لمين؟ طلعيهم. واقول لك على حاجه بقى بصراحه، واختك بقى بجد كل الحاجات اللي في النيش عندنا وفي البوفيه، يا خراشي على الوانهم ولا ديكوراتهم، يعني عدمني يوم ما جبت الالوان والديكورات بتاعتي دي بجد ساعات ببص للطبق كده والاقي مش عارفه ورده لونها ايه، ونقشه مش عارفه لونها ايه، اقول كان فين انا؟ يعني كنت اتعميت انا على الاطباق اللي انا جايباها دي ولا ايه؟ ايه اللي خلاني اجيب الالوان دي؟ فلا يا حبيبه قلبي، اوعي تشتري، انت طلعي اللي عندك ده، ولو انت معاكي فلوس، يعني لو انت معاكي فلوس اشتري وحطيهم بقى في قلب متحف الشمع. انما لا، ما يبقاش عندك اطباق شايلها من 10 13 سنه وديكوراتهم كده والوانهم زي حالاتي كده، اللي هو انا حاسه ان الالوان، يعني اللي اتفرج طبعا على اللي يعني متابع قناتي وكده، او ممكن تتفرجوا في الجولات عندي في الشقه، هتشوفوا النيش بتاعي بالوانه بالحاجات ومش عارفه ايه اللي كحلي واللي مش عارفه على لونه ايه واللي على لونه ايه. فاللي هو لا، انا مش ناويه بصراحه يا بنات، ولا بيغريني اي فيديو بتفرج عليه في الاطباق خالص. اللي هو انا مش ناويه اشتري اطباق بالمره خالص، انا هطلع اللي عندي. ولو انا ربنا رزقني وبقى ومعايا فلوس وحابه ان انا يعني امتع نفسي عادي، هو مش حرام برضو، مش بقول يعني اللي بيجيبوا اطباق دول يعني بيعملوا حاجه غلط، لا يجيبوا، بس انا يعني كماي هاوس يعني، انا بقول لنفسي لا، انا هطلع الحاجات وكل الحاجات القديمة أنا هستخدمها، ومش هشتري حاجة. أنا مش هشتري حاجة، أنا اللي أنا عملته في قلب المطبخ النهاردة، عرفت أنا ناقصني إيه. عايزاكي بقى تعملي بجد زيي، طلعي بقى ظبطي. دي علب كده واحدة كنت مش شارياها، كنت بجيب مرة كاكاو اللي هو دريم، خدتها دي، عايزة أقولك من زمان عندي، تمام. لقيت عندي كمية فيجيتار حلوة حلوة قوي، يعني الحمد لله يعني. المهم قلت ايه، خلاص انا كده عرفت انا عايزه ايه. لقيت عندي عجز في الكوبايات، اللي هو عارفين من كل فيلم اغنيه، اللي هو مش عارفه طقم فاضل له كوبايه وطقم فاضل له كوبايتين، فحطيت في دماغي انا عايزه اجيب كوبايات. طيب بالنسبه للاطباق اهو هتشوفيني دلوقتي وانا بحط الاطباق. كان في عندي 6 اطباق كده كنت انا متجوزه بيهم، جايباهم كده، اللي هو كنت عارف يعني 6 اطباق كده، فاهمين؟ فقلت ايه هطلعهم، ودي اطباق ايه، سادة. أنا كنت كل فترة مثلا أروح أجيب لي 2 سرفيز، الحاجات دي فاهمين؟ فدول ايه اللي فضلوا عندي. وغير ما كمان هفتح معاكم الدولاب، برضو طلعت طقم اللي هو البايركس الاسود، ايوه الاسود ده. قلت لا، مش هحطه هنا، هشيله واحطه في الدولاب بتاع المطبخ من فوق، واخلي الابيض استخدامي دلوقتي، ولما يجي عليا رمضان الاسود هبقى استخدمه كده ايه على السفره، يدي شكل حلو لو حد جالي، ما اقعدش بقى افضل رايحه جايه من النيش لهنا، لا حطيته في قلب المطبخ، والابيض ده يبقى الاستخدام بتاعي. هي دي بقى الحاجات اللي انا بقول لكم عليه، كنت جايباها كده ايه، نظام استخدام. دي الالوان اللي كانت موجوده على ايامي، بس في النيش يعني كان عندي اللي هو الاسود اللي هو البايركس ده، وعندي ابيض في سيلفر ومش عارفه، وعندي كحلي. المهم يعني حاليا في الوان رايقه احلى من كده بكتير، بس ان انا اروح اشتري طقم قصدي طبق ب110، واروح اجيب لي مش عارفه 12 طبق، ادفع لي 2000 جنيه، لا حرام، مش هعمل كده، عمري ما هعمل كده بجد يعني. فبجد يا جماعه يعني حاولوا بجد، مش كل حاجه تشوفوها على حسب بيتك، متوفر معاكي هاتي، مش متوفر اوعي بجد. فكري في الحاجات الحلوه الجميله اللي هتبقى ناقصاكي. يعني انا عماله اقول لنفسي انا عايزه اجيب كده ايه ستاره، فانا كده ايه فرست خلاص وعرفت انا اطباق مفيش نوع اطباق، مش هجيب اطباق خالص بجد. ولو ربنا كرمني ومعايا فلوس خلاص بقى، عشان ما نتكلمش تاني، هبقى ايه اجيب واحط في قلب النيش حاجات كده شيك وحلوه وجميله. طيب ايه بقى اللي ناقصني كوبايات. ناقصك ايه؟ ناقصني ايه تاني؟ ما انت ايه، انا مش انا بتكلم عليا انت بقى، عايزاكي كده تطلعي الحاجات اللي في البوفيه. انا عايزه اقول لكم وانا في قلب الدواليب كده عماله انضف واظبط وكده،
لا انا هجيب الاطباق اللي عندي، لا ده انا هجيب مش عارفه ايه. فلقيت عندي بجد ان انا لا انا محتاجه ان انا اشتري كوبايات، كوبايات ميه وكوبايات للشاي. مش كوبايات رمضان، عندي طقم كده بتاع كوبايات رمضان ده موجود عندي. طيب ايه اللي ناقصني؟ كوبايات ميه وكوبايات شاي. ايه اللي ناقصني تاني بصراحه؟ وانا بروق كده وبظبط بقى الدنيا، فقلت ايه، طب وايه يعني، بما انها بقى قلبت كلها حمار في حمار كده. محدش بقى هيبقى على دولابي، علشان ايه، دولابي ده من بتاع زمان، وطبعا ايه، عارفه بقى مش هتحطوا لي لايك ولا اشتراك ولا اي حاجه، عشان خاطر ايه، الالوان هتبقى سادة نفسكم. فبصوا الفيديو ده يعني على الله كده، فانا قلت اشجعكم بجد. التنظيم والافكار اللي انا عاملاها والله والله بجد هتعجبكم قوي. يعني بصي، لو بقى انتي لسه في بيت اهلك وبيت مامتك قديم او حاجه، الفيديو ده والله والله بجد ليكي. طيب لو انتي كان مثلا كنتي قاعده في شقه ايجار ونقلتي، ومثلا روحتي بيت قديم كده ولا حاجه، الفيديو ده برضو ليكي. بجد الفيديو بجد والله والله بجد فيه كميه استفاده مش قادره اوصف لكم. اولا اللون السيراميك بتاعي انا حاطه عليه ورق حائط، مغيره شكله. هتشوفي الشكل في الاخر بجد هيبهركم والله العظيم بجد، عن تجربه يعني. هتشوفوا في الاخر يعني زي الجوله كده في الاخر، وقد ايه نظمته، وقد ايه ما يبانش عليه ان هو مباني مش عارفه الاول الالفينات ولا اخر التسعينات. انتوا فاهمين؟ نظمت الدنيا يعني، اديت لي نفسي مساحه. الشكل من بره اللي هو لا ما يديش ان انا المطبخ ده قديم. انتوا فاهمين؟ هتشوفوا في الاخر يعني. فالمهم بقى ايه، لو حبيتي كده القناة خدي لفة فيها كده، لو عجبتك اعملي لي اشتراك، ما عجبتكيش اسحبي اشتراكك تاني. بجد والله يعني انا عايزة بجد كده ايه، اقولك خدي لفة في قناتي، بجد فيها كمية استفادة. الحمد لله الحمد لله، يعني بجد هتعجبكم. فكرة بقى اللايك، انا مش هقول حطوا اللايك وما تحطوش اللايك، دي حاجة كده انا قلت لكم عليها من زمان. دي كأنك انتي دخلتي بيتي، دي الزيارة بتاعتي، حطي لي اللايك خلاص. طبعا لو حبيتيني، ما حبيتينيش خلاص دعوة بقى يعني. يعني حتى لو مش عايزة تحطي لي لايك ولا تكتبي لي كده كومنت حلو منك، بس اتمنى ان انتوا تكتبوا لي كومنت كده. انا نفسي اعرف الناس اللي انا نفسي اعرف انا وصلت لحد فين. قولوا لي كده. انا هنا من اسكندريه تمام، انا عايزه اعرف بقى كل واحده كده بتتابعني، اكتبوا لي انتوا منين، يعني مثلا القاهره، البحيره، الدقهليه، الصعيد، انتوا فاهمين؟ فاللي هو ابقى حابه بجد، انا نفسي اعرف انا وصلت لحد فين. انا طبعا القناه بتاعتي لسه يعني صغيره، فاللي هو يعني برضو بفرح بجد والله. الحاجات الصغيره دي بتفرق معايا قوي قوي وبتفرحني قوي. بص بقى، ده كان المشمع ده انا كنت بفرشه في رمضان اللي فات على السفرة لما بنيجي ناكل. اخدت منه جزء، اشتريت واحد تاني تمام، وبعدين قلت اخلي الجديد للسفرة والقديم ده رحت مقطعاه بقى ايه، جزء رحت عاملة الجزامة، عزكم الله يعني، اللي هي اللي بره في الريسبشن، والجزء التاني قلت ايه اخده احطه هنا. بصوا بقى، ده كان عندي من جوازي، اللي هو التربو بتاع البصل والبطاطس والحاجات دي كلها. بس بصراحة هو في قلبي انا بحبه، وبحب اعشق الحاجات اللي ستانلس قوي. في على فكرة منظمات بلاستيك وكده يا بنات، لو انتوا عايزين برضو تجيبوا، مش شرط الستانلس ده. بس ده بصراحة الستانلس اللي هو بتاع زمان يعني. مش شرط تجيبي الحاجة غالية قوي يعني، انت ممكن تاخدي نفس الفكرة وتعملي ده كده تحت الحوض. بصوا، سيراميك قديم وحاجة قديمة وكل حاجة، بس النظافة ملهاش علاقة بقديم، قديم وجديد. فاهمة قصدي؟ وهنا بقى عايزة اقول لكم بقى، المنظم الابيض اللي انا حطاه على الرخام ده، ده منظم برضو كنت جايباه في فيديو مشتريات تقريبا مش مكمل 75 جنيه. وبص بقى، ما تضحكوش عليا، الشاي والسكر دي يا بنات، دي ولا بتاعت شاي ولا بتاعت سكر ولا اي حاجه من دي خالص. ده مج عادي، المج اصلا سعره كله على بعضه مش عارفة، تقريبا كان ب25، الكبير ب35 والصغير ب25. المهم رحت حطاهم كده فوق، ولقيت برضو وانا في قلب البوفيه طلعت كده شوية مجات، اللي هو ايه ده، انا لقيت عندي كمية مجات حلوة. طب انا يعني عمالة اتفرج كده بصراحة زيكم، انا بتفرج برضو، امال ايه. اكدب يعني، ايوه بتفرج طبعا على الفيديوهات واشوف الناس بتشتري ايه وبتجيب ايه، بس والله العظيم فرجة، انا بتفرج فقط لا غير. بس الاقي نفسي مثلا راحتني على حاجه، صحيح انا عندي اطلع،
لأ أنا عندي. دي حد مثلًا جاب سجادة، إيه ده؟ طب ما أنا عندي سجادة أنا راكناها، ما اشتري. حتى لو أنتِ نِفسِك اتفتحت على حاجة طلّعي اللي عندِك. والله، والله وحياة ربنا بنتي دخلت المطبخ بتقول لي: "الله يا ماما إيه الجمال ده! أنتِ خلّيتِ المطبخ كإنه جديد خالص ولا كإنه قديم." قُلت لها: "بجد حاجة قالت لي: "ده تحفة." ده طبعًا على ذوق بنتي، ممكن أنتم ما يعجبكوش أو ما يعجبش حاجة، بس أنا قضّيت نفسي باللي عندي. المطبخ عندي كلّه على بعضه يا بنات، عايز السيراميك هو أصلًا مش سيراميك، ده هو نُصّه سيراميك والباقي من فوق كلّه حيطان. هاورّيكم وأنا باورّي لكم الجولة كده في الآخر، فاهمين؟ وعايز رقم وقدره. هتقولوا لي طب انتي موضبه في الريسبشن او مظبطه الدنيا بره، اللي هو عارفين اللي هو يعني ستيب باي ستيب كده، يعني واحده واحده بقى، يعني فاهمين؟ يعني ان هو إيه انا قلت ابدا باللي بره، وبرده بره ما وضبتش ولا عملت حاجه، دي كلها ابويا احنا مبيضينها بايدينا، مظبطينها، فاهمين؟ المطبخ لا، يعني كله على بعضه عايز ارقام كتير قوي، فصعب ان انا اغير فيه. بس انا غيرت، لو تاخدي بالك انا غيرت الورق. طبعا السيراميك كله كان اللون اللي هو الجمبراوي ده. بصوا خدوا بالكم بقى، السيراميك لحد فين؟ لحد اول الدولاب، من بعد فوق الدولاب كده مفيش سيراميك، دي حيطه. تمام. المشايه دي بتاعه جوازي، وانا الحمد لله الحمد لله محافظه عليها وبغسلها وبتطلع، بصوا والله بتبقى بتبرق كده وجميله. تمام. قلت افرشها هنا فلقيتها كنزة، مع اني بحبها قوي. كان في شقتي تانية يعني القديمة كان المطبخ كنس شوية، بس كان لايق على ايه، كنت جايبة المشاية على الدولاب الاحمر، فقلت ايه نفسي افرشها بجد، وحشاني اللي هو عايزه اقول لها انت وحشاني وليكي ذكريات كده، يعني ليها ذكريات معايا. فقلت ايه لا ده كده، انا بصراحه مش بحب حته في المطبخ بالذات حته بتبان، بحس ان لا بلاقي شعر، بقع، حتت كده بتغمق، فبحس ان ولا ليها لازمه المشيه، اشيلها احسن. فقلت لا انا هجيب دي. ودي كان بصراحه كنت قطعاها كده علشان في زي حته بارزه كده عمود في قلب المطبخ، فرشتها قبل كده يعني، فاهمين؟ برضو دي كانت قديمه عندي في قلب المطبخ، مش وحشه. انا اصلا عندي كفر للمطبخ حطيته في قلب الغساله. مش عارفه اطلعه، لا تقريبا ما طلعتوش معاكم في الغساله، امشره يعني. تمام. عايزه اقول لكم انا حرفيا في الوقت ده احنا خلاص كان الصبح بيطلع عليا، بجد اليوم كان جميل. المطبخ على فكرة عندي طويل الحمد لله كويس، يعني 3 وحاجة، يعني غير البوتاجاز، غير مساحة البوتاجاز، 3 وحاجة. بس طبعا كل ده عايز يتوضب يا بنات، فاهمين؟ كل ده توضيب، وانا المطبخ حطيته كده عكس عكاس والدنيا ملخبطه فيه. بس برضو بقالي سنين على فكره عايشه على نفس الوضع عادي، ولا بكل ولا بمل منه، والدنيا بحاول اظبطها. والله اللي بيدخل المطبخ ما بيحسش ان هو قديم، غير بقى لو باص لفوق في السقف كده لفوق، اللي هو ايه ده، انا مفيش سيراميك فوق، ايه ده، ايه ده، ده ورق، ده ورق اللي هو بيكتشفوا، يعني انتوا فاهمين؟ فاللي هو ايه، كل اللي يخش المطبخ ما حدش يبص فوق، خليكوا تحت، انتوا فاهمين؟ الاحواض دي برضو مش انا اللي عامله كده، يعني انا جيت لقيتها كده وظبطت نفسي. قضي نفسك باللي عندك، ما تكرهيش نفسك في حاجتك وفي بيتك، وظبطي نفسك، والنظافة حلوة. واهم حاجة بس ايه، يعني مش دايما بعمل معاكم المطبخ ليه، لان بصراحة دايما على طول بعمل المنظمات اللي في قلب الدولاب، بتخلي دايما دواليب المطبخ عندي نظيفة، يعني زي ما انتم شفتوا كده هي من جوه والله شبه، حرفيا يعني هي شبه نظيفة. ايدي على طول فيه بصراحة. السترس بقى والحاجات اللي هي الحلوة دي بتخلي المطبخ كده رايق، ولا دلقت مية ولا عملت حاجة. بص بوتاجازي ده بقاله قرن يعني، كتر خيره. بس ايه، كنت عامله لهم بقى ايه، ضحكت عليهم واشترينا عيش وشوحت كده صدق ببصل بطماطم وسندوتشات واديله كده وحلو قوي. والمرياله بتاعتي حمرا برضو. ايه يا بنتي، مستشفى المجانين اللي انت اللي وصل لحد هنا يقول لي مستشفى المجانين. اعرف ان انتوا وصلتوا. بصوا بقى، هو ده بقى من كل فيلم اغنيه، ايه كوبايه الميه ما عنديش غير كوبايه واحده، الشاي عندي من كل فيلم اغنيه، فاهمين؟ فقلت لا. وده الطقم الاسود اللي انا بقول لكم عليه، اللي هو البايركس اللي انا طلعته، فاهميني؟ فبس انا خلاص عرفت ايه اللي اجيبه وايه اللي ما اجيبهوش. وافرزي حاجتك وبصي على بيتك وشوفي ايه الحاجات الحلوه اللي تنوري بيها شقتك. ولو بجد بجد الفيديو عجبكم، ما تستخسروش فيا بقى ايه اللايك، ولو حبيتيني بجد حطي لي اشتراك، ما حبيتينيش ما تحطليش اشتراك. واشوفكم على خير ومع السلامه.